اخواني المتابعين المشاهدين على موقع وصفحه ملتقى القبائل، لي الشرف الكبير انه ايضا السنه موجود امني بالمملكه العربيه السعوديه ادام الله عز المملكه ملكا وشعبا، وعند احفاد حاتم الطائي، وعند رموز الجواله. فما اريد ارحب باحد لانه هم معازيم، حياهم الله الجميع، لكن الدعوة قام بها أحد شباب طيب ما يقبل أذكر اسمه، قلت له ليش يا أخي؟ أنت نوم اسميك؟ قال جدي حاتم الطائي قطع كل حلال وما صور صورة. أنا أعزم هالربع وأصور صورة فلذلك ما صور، فالرجال من طيب من شباب طيب. والدعوة على شرف أخونا صفوان الرشيد الدندع، وألف ألف نعم منه. طبعا إخواني المستمعين شوف الجوالة الحميد والدندع، وعلى المباشر على الهواء أقول لكم العام كونونا الجواله بالجزيره، قالوا يا ابو الامير رحت قاعد في الدندل الحميد والدندع، قلت يا اخي هذول كلهم رموز ورؤوس ما في داعي، كلهم اللي يقوم يمثل يمثل رمز. فحياكم الله الجميع. واني والله يا جماعه في توصيه خاصه يا ابو اشرف يا ابو عزت يا بن دندح يا علاء يا صفوان يا رشيد يا ابراهيم يا مدن يا الموجودين الجميع. طبعا احنا يا شرامين ان حصه كان الله يرحمه عيال الصقر. فهذه اهداء من عيال الصقر، والله انا ماني شاعري على ادنى صفوان ويا ابن عبد الله العايد الشيخ العيدان ويا ابو عزه الحميد والف نعم بكم. وقلت بها هذه اهداء لكل واحد يخصه عيال الصقر. قلت عيال الصقر ابو فرج من عزه جواله ومن عز طيب، وابو فرج لين خيت وتجيك الخيل تطوى الدرب طيب، وابو فرج جده ابو سفانه وابو عدي حاتم طيب. فيا جماعه والله انا مالي شاعر، بس هالكلمات هذه اهداء مني لكل شيء يخص عيال الصقر. قبل هالكاميرا علي ابو احمد شوي في ملاحظه ثانيه وحاجه ثانيه. اخواني اللي ما يعرف عيال الصقر ابو فرج يسال حدود العراق والعراق، ويسأل حتى الكوشر، ويسأل العالم يوم الحزة والنزة وألف نعم منه. طبعا اخواننا المعزل من اشبال طيب، والضيف من شيوخ الدندح الجواله البسابسه وألف نعم منه صفوان الدندح. وتحياتنا للشيخ معنا ابو محمد، واهلا وسهلا بالجميع. اهلا وسهلا اهلا وسهلا بالجميع، واهلا وسهلا صفوان الرشيد عند طي ابن طي وعند طي. لا غير قدر والله ما تحلو بس ليه؟ وشو السبب؟ قال والله ما اعرف بالربع قالوا من شرحهم قالوا شرح اسمه قال لي طلعت على البركه او ابو رشيد قال ما رحت من قاموس يلا حي الدندح، يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم على الطي يا ميت اهلا وسهلا. يلا حيهم هلا هلا معنا يا مرحبا الله يديمك ويعزك يعني الله يا ميت اهلا وسهلا. يلا حيوا يلا حيوا. السلام عليكم يا مرحبا يا مين هلا يلا حي ابن رشيد، يا مرحبا يلا حي صفوان هلا يا ميت اهلا وسهلا. هلا بعزام هلا بعزام هلا بيكم هلا حياكم الله. يلا جاهز؟ اخواني المتابعين ومشاهدينا على موقع وصفحة ملتقى القبائل، اليوم بدعوة من احد ابناء قبيلة طي، داعي
ربعه واهله واخوانه في مطعم ركن التنظيم للمشويات الطازجه. مساء الله بالخير ابو حازم، شلونك حالك؟ صاحب هذا المطعم الطيب نعتبره مضيف لكل ابناء القبائل السوريين والغير السوريين، اخونا محمود الحويج ابو حازم من ابو حسن من ابو شعبان، الف نعم ونشكره على تلبيتك دائما طلبات ربعك وهلك من القبائل وتلبيتك العزايم. فاخواني احنا اليوم هذا مثل ما تقول بدايه قاعد ننتظر ضيوف اخونا الطائي اللي قام في هذه الدعوه على شرف صفوان رشيد الدندح. واهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بكم